عملنا بقى ايه الكشه الجميله كده. بسم الله اللهم بارك. حبه ايه بصل كده على حبه شعريه. بسم الله حاجه جميله كده وتدفي في الشتاء اللي احنا فيه ده. اهو الملح وحبه الكمون، لان الكمون في الاخر يا جماعه. واقلل بصلايه مع الشعريه، وما تخافيش، لان انا في ناس يعني اعرفهم بيقولوا لي احنا ما بنقليش دي مع دي لاحسن تبوظ مننا. لا، دبلي البصله الاول، مش تقليها قوي، دبليها كده وروحي ايه حطاهم عليها. تمام تمام. ودي ايه كده ايه العدس بتاعنا ايه شبه خلص يا جماعه كده. بنحط الكمون في الاخر، بنحط في اخر حاجه بحط الكمون، وحطيت كمان الملح معاه في الطبق بالمره كده ياخد له غلوه. ونشوف بقى ايه اللي ورانا كده. بسم الله. يعني واحده كده نحط عليه يا دوبك الشعريه بس ايه تستوي. معلقه هنا في الطبق عشان ايه بوتاجازنا يبقى نضيف كده. نحط عليه الفور هنا. نحط بقى حبه كزبره كده وانا واقفه لما العدس ايه ياخد له غلوه. بسم الله. اكله جميله كده وما بتاخدش وقت معانا وسهله، وغير كده وكده لذيذه بقى في طعمها. جميل. الجزر مع الطماطم. بقلب بس ايه عشان الشعريه ما تتهريش يا جماعه، مش ما تتهريش، ما تلزقش في قاع الحله. انا عاملاه يا جماعه بين الشوربه وبين الغموس، لا عايزاه غموس ولا عايزاه ايه شوربه، بين البنين. لما بعمله غموس بتقله عن كده شويه، ولما بعمله شوربه بقى كده من غير شعريه بعمله ايه خفيف شويه، انما هو كده ايه وسط. اللهم بارك. ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. وبألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل. وده بقى الغدا بتاعنا ان شاء الله. جميل والله العدس. تمام كده حط عليه. ودي العدس بتاعنا. وبألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بقى ايه بنطحن يا جماعة ايه بنضرب العدس في الخلاط. بسم الله اللهم بارك. الله احلى اكل. كفايه كده وفر شويه ايه عشان البرد الشفشق مليان. بصوا يا جماعه اهم حاجه عندي انا بصفي العدس بتاعي يا جماعه. بحب العدس بتاعي يبقى ناعم كده وجميل ما فيهوش اي حاجه. بسم الله اللهم بارك. ما بحبش فيه ايه ممكن اي حاجه كده شوائب حاجه اهو. بسم الله ما شاء الله زي الفل. بحب العدس بتاعي يبقى ايه ما فيهوش اي حاجه. تمام تمام. نحط بقى ايه ونولع عليه إيه تاني عشان ايه نقلله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كده إن شاء الله كده إيه، أنا بعمل عدس. بعمل إيه، ربع كيلو عدس. حطوله هحطله طماطم، جزر، طماطمية كبيرة أو طماطمتين وسط. أنا حاطة هنا طماطمية يعني كبيرة وطماطمية معاها كده وسط. حاطة جزرتين، حاطة 2 بطاطس، بطاطسية واحدة عشان البطاطس كبيرة. حاطه بصلتين عشان البصل ايه مش كبير قوي. حاطه كام فص ثوم كده. بسم الله. اللهم بارك. ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. هنا ايه، هولع عليه. اول ما يغلي بقى كده ويستوي، هو ربع كيلو، هي الحله كبيره عليه عشان انا يا جماعه العدس والبصاره بعملهم في حله اكبر علشان ايه ما يفرش على البوتاجاز لا قدر الله يعني. تقريبا هي كده حاجه ببعضيها. ربع كيلو عدس غسلته كويس. هو الحاجة متنقية بسم الله ما شاء الله، بس بعيد ايه عليها يعني، احنا بنجيبها نضيفة بصراحة من عند العلاف زي الفل. بس ايه لازم ايه يعني اقلب فيه تقليبة كده، يعني اشوف لا يكون في حاجة. وبهزه بالمصفى كمان عشان ابقى ضامنة ايه نضفته. هنا ربع كيلو عدس غسلته كويس. قطعت طماطمية كبيرة كده عليه وطماطمية صغنطوطة كده وسط، وبصلتين عشان البصل مش كبير. لو كبير بصلية واحدة، انا حطيت 2 عشان البصل اللي عندي ايه لقيته ايه صغير يعني. الكبير بقى يخلصه في المحشي وكده. دايما بجيب انا بصل صغير بخليه احتياطي في البيت، بحطه جنب الاكل ساعات. ان البصل التاني خلص بستعمل منه عادي مفيش مشاكل. حطيت بصلتين، بطاطسية كبيرة، حوالي 4 فصوص ثوم. حطيت جزرتين. الجزر عندي بجيبه وبحطه في الفريزر، بنضفه كويس واغسله واروح حاطاه في الفريزر في اكياس، بحتاجه بطلعه. هو للعدس بس فقط لا غير. انما الشوربه انا بحب لو شوربه خضار بحب اجيب لها جزر طازه. تمام تمام. ودي ايه العدس النهارده كده، الجو ساقع ومحتاجه عدس جنبيه بصل اخضر شغال، جنبيه بصل ناشف جميل. عايزه تعملي فلفل مسقعه، بس انا لا هعمل ولا فلفل ولا مسقعه. هو عدس وبصل، وممكن يكون بصل ناشف كمان. والله البصل الناشف جميل في الاكل وكولاجين طبيعي للبشره. لو عندي، بس انا ما عنديش بصل اخضر النهارده، ممكن يكون بصل ناشف ان شاء الله. لو فرجت ببصل اخضر خير وبركه. ما فيش بصل اخضر، نعمه ربنا كلها حلوه يا جماعه. ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. ونعمل بقى كده ايه احلى حبه عدس كده بالشعريه. يا سلام بقى مع العيش الناشف كده او عيش طري وعصرة ليمون كده على الطبق، حاجة بجد تحفة. ولا لحمة بقى ولا فراخ ولا الكلام ده كله، جميلة جميلة جميلة. وبزود فيه المية كمان علشان ايه ما ازودش فيه مية تاني. يعني دي ميته دي بقى ايه يا دوبك بقى إيه لما يستوي فيها اضربه في الخلاط، ما ازودش مية عليه. وما بضربه في الخلاط يا جماعة كمان بحط المصفى وبصفيه عشان يبقى العدس ناعم كده وجميل. اغطي عليه بس عشان يغلي. بسم الله. وتوابل حبة كمون، حبة ملح، التوابل بتاعته فقط لا غير. عايزة تحط حبة شطة، اللي بيحب الشطة يحط. انا بحب الشطة على فعلا يعني، فعلا بحب الشطة في الاكل. عايزة تحط حبة شطة خفيف كده حطي، مش عايزة ما تحطيش. هو بس محتاج مننا حبة ملح وحبة كمون، وكمون في الاخر. وطبعا بقى البصلايه المتقليه كده على الوش، يا سلام كده بحبة الشعرية. اللهم بارك يا رب. صوبا يغلي. وما يغلي طبعا احنا بنصفيه يا جماعة لما يهدى. لا بنضربه في الخلاط يا جماعة لما يهدى خالص من السخنية.
عشان لا قدر الله ما يبقى وصل الخلاط بتاعنا. ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هسيب بقى كده يغلي مع نفسه كده ايه، وارجع لكم تاني. عملنا بقى ايه الكشه الجميله كده، بسم الله اللهم بارك. حبه ايه بصل كده على حبه شعريه، بسم الله. حاجه جميله كده وتدفي في الشتاء اللي احنا فيه ده. اهو الملح وحبه الكمون، لان الكمون في الاخر يا جماعه. واقلل بصلايه مع الشعريه، وما تخافيش، لان انا في ناس يعني اعرفهم بيقولوا لي احنا ما بنقليش دي مع دي لاحسن تبوظ مننا. لا، دبلي البصله الاول، مش تقليها قوي، دبليها كده وروحي ايه حطاهم عليها. تمام تمام. ودي ايه كده ايه العدس بتاعنا ايه شبه خلص يا جماعه كده. بنحط الكمون في الاخر، بنحط في اخر حاجه بحط الكمون، وحطيت كمان الملح معاه في الطبق بالمره كده ياخد له غلوه. ونشوف بقى ايه اللي ورانا كده. بسم الله. يعني واحده كده هدفع عليه يا دوبك الشعريه بس ايه تستوي. معلقه هنا في الطبق عشان ايه بوتاجازنا يبقى نضيف كده. نحط عليه ليمون هنا. طبعا بقى حبه كزبره كده وانا واقفه لما العدس ايه ياخد له غلوه. بسم الله. اكله جميله كده وما بتاخدش وقت معانا وسهله، وغير كده وكده لذيذه بقى في طعمها. لونه جميل. الجزر مع الطماطم. بقلب بس ايه عشان الشعريه ما تتهريش يا جماعه، مش ما تتهريش، ما تلزقش في قاع الحله. انا عاملاه يا جماعه بين الشوربه وبين الغموس، لا عايزاه غموس ولا عايزاه ايه شوربه، بين البنين. لما بعمله غموس بتقله عن كده شويه، ولما بعمله شوربه بقى كده من غير شعريه بعمله ايه خفيف شويه. انما هو كده ايه وسط. اللهم بارك. ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. وبألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل. وده بقى الغدا بتاعنا ان شاء الله. جميل والله العدس. تمام كده حط عليه. ودي العدس بتاعنا. وبألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بقى ايه بنطحن يا جماعة ايه، بنضرب العدس في الخلاط. بسم الله اللهم بارك. الله احلى اكل. كفايه كده. وفر شويه ايه عشان البرد الشفشق مليان. بصوا يا جماعه، اهم حاجه عندي انا بصفي العدس بتاعي يا جماعه. بحب العدس بتاعي يبقى ناعم كده وجميل، ما فيهوش اي حاجه. بسم الله اللهم بارك.
محبش فيه ايه، ممكن اي حاجه كده، شوائب حاجه اهو. بسم الله ما شاء الله زي الفل. بحب العدس بتاعي يبقى ايه مفيش اي حاجه. تمام تمام. نحطه بقى ايه ونولع عليه إيه تاني عشان ايه نقلله. عملنا بقى ايه الفشه الجميله كده. بسم الله اللهم بارك. حبه ايه بصل كده على حبه شعريه. بسم الله حاجه جميله كده وتدفي في الشتاء اللي احنا فيه ده. اهو الملح وحبه الكمون، لان الكمون في الاخر يا جماعه. واقلل بصلايه مع الشعريه. وما تخافيش، لان انا في ناس يعني اعرفهم بيقولوا لي احنا ما بنقليش دي مع دي لاحسن تبوظ مننا. لا، دبلي البصله الاول، مش تقليها قوي، دبليها كده وروحي ايه حطاهم عليها. تمام تمام. ودي ايه كده ايه العدس بتاعنا ايه شبه خلص يا جماعه كده. بنحط الكمون في الاخر، بنحط في اخر حاجه بحط الكمون، وحطيت كمان الملح معاه في الطبق بالمره كده ياخد له غلوه. ونشوف بقى ايه اللي ورانا كده. بسم الله. غلوه واحده كده وهدفع عليه يا دوبك الشعريه بس ايه تستوي. معلقه هنا في الطبق عشان ايه بوتاجازنا يبقى نضيف كده. نحط عليه الفور. هنا نحط بقى حبه كزبره كده وانا واقفه لما العدس ايه ياخد له غلوه. بسم الله. اكله جميله كده وما بتاخدش وقت معانا وسهله، وغير كده وكده لذيذه بقى في طعمها. لونه جميل. الجزر مع الطماطم. بقلب بس ايه عشان الشعريه ما تتهريش يا جماعه، مش ما تتهريش، ما تلزقش في قاع الحله. انا عاملاه يا جماعه بين الشوربه وبين الغموس، لا عايزاه غموس ولا عايزاه ايه شوربه، بين البنين. لما بعمله غموس بتقله عن كده شويه، ولما بعمله شوربه بقى كده من غير شعريه بعمله ايه خفيف شويه. انما هو كده ايه وسط. اللهم بارك. ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. وبألف هنا وشفا يا رب للي هياكل. وده بقى الغدا بتاعنا ان شاء الله. جميل والله العدس. تمام كده حط عليه. ودي العدس بتاعنا. وبألف هنا وشفا يا رب للي هياكل. واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنطحن يا جماعة ايه بنضرب العدس في الخلاط. بسم الله اللهم بارك. الله احلى اكل. كفايه كده. وفر شويه ايه عشان الشفشق مليان. بصوا يا جماعه اهم حاجه عندي انا بصفي العدس بتاعي يا جماعه. بحب العدس بتاعي يبقى ناعم كده وجميل ما فيهوش اي حاجه. بسم الله اللهم بارك.
بحبش فيه ايه، ممكن اي حاجه كده، شوائب حاجه اهو. بسم الله ما شاء الله زي الفل. بحب العدس بتاعي يبقى ايه ما فيهوش اي حاجه. تمام تمام. نحطه بقى ايه ونولع عليه إيه تاني عشان ايه نقلله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كده إن شاء الله كده إيه أنا بعمل عدس. بعمل إيه ربع كيلو عدس. هحط له طماطم، جزر، طماطمية كبيرة أو طماطمتين وسط. أنا حاطة هنا طماطمية يعني كبيرة وطماطمية معاها كده وسط. حاطة جزرتين، حاطة 2 بطاطس، بطاطسية واحدة عشان البطاطس كبيرة. حاطه بصلتين عشان البصل ايه مش كبير قوي. حاطه كام فص توم كده. بسم الله. اللهم بارك. ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. هنا ايه هولع عليه. اول ما يغلي بقى كده ويستوي، هو ربع كيلو، هي الحله كبيره عليه عشان انا يا جماعه العدس والبصاره بعملهم في حله اكبر علشان ايه ما يفرش على البوتاجاز لا قدر الله يعني. تقريبا هي كده حاجه ببعضيها. ربع كيلو عدس غسلته كويس. هو الحاجه متنقيه بسم الله ما شاء الله، بس بعيد ايه عليها يعني، احنا بنجيبها نظيفه بصراحه من عند العلاف زي الفل. بس ايه لازم ايه يعني اقلب فيه تقليبه كده يعني اشوف لا يكون في حاجه. وبهزه بالمصفى كمان عشان ابقى ضامنه ايه نظافته. هنا ربع كيلو عدس غسلته كويس. قطعت طماطميه كبيره كده عليه وطماطميه صغنطوطه كده وسط، وبصلتين عشان البصل مش كبير. لو كبير بصلية واحدة، انا حطيت 2 عشان البصل اللي عندي ايه لقيته ايه صغير يعني. الكبير بقى يخلصه في المحشي وكده. دايما بجيب انا بصل صغير بخليه احتياطي في البيت، بحطه جنب الاكل ساعات. ان البصل التاني خلص بستعمل منه عادي مفيش مشاكل. حطيت بصلتين، بطاطسية كبيرة، حوالي 4 فصوص توم. حطيت جزرتين. الجزر عندي بجيبه وبحطه في الفريزر، بنضفه كويس واغسله واروح حاطاه في الفريزر في اكياس، بحتاجه بطلعه. هو للعدس بس فقط لا غير. انما الشوربه انا بحب لو شوربه خضار بحب اجيب لها جزر طازه. تمام تمام. ودي ايه العدس النهارده كده الجو ساقع ومحتاجه عدس جنبيه بصل اخضر شغال، جنبيه بصل ناشف جميل. عايزه تعملي فلفل مسقعه بس انا لا هعمل ولا فلفل ولا مسقعه. هو عدس وبصل، وممكن يكون بصل ناشف كمان. والله البصل الناشف جميل في الاكل وكولاجين طبيعي للبشره. لو عندي بس انا ما عنديش بصل اخضر النهارده، ممكن يكون بصل ناشف ان شاء الله. لو فرجت ببصل اخضر خير وبركه. ما فيش بصل اخضر. نعمه ربنا كلها حلوه يا جماعه، ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. ونعمل بقى كده ايه احلى حبه عدس كده بالشعريه. يا سلام بقى مع العيش الناشف كده او عيش طري وعصرة ليمون كده على الطبق، حاجة بجد تحفة. ولا لحمة بقى ولا فراخ ولا الكلام ده كله. جميلة جميلة جميلة. وبزود فيه المية كمان علشان ايه ما ازودش فيه مية تاني. هي دي ميته دي بقى ايه يا دوبك بقى إيه لما يستوي فيها اضربه في الخلاط، ما ازودش مية عليه. وما بضربه في الخلاط يا جماعة كمان بحط المصفى وبصفيه عشان يبقى العدس ناعم كده وجميل. اغطي عليه بس عشان يغلي. بسم الله. وتوابل حبة كمون، حبة ملح، التوابل بتاعته فقط لا غير. عايزة تحط حبة شطة، اللي بيحب الشطة يحط. انا بحب الشطة على فعلا يعني فعلا بحب الشطة في الاكل. عايزة تحط حبة شطة خفيف كده حطي، مش عايزة ما تحطيش. هو بس محتاج مننا حبة ملح وحبة كمون، وكمون في الاخر. وطبعا بقى البصلايه المتقليه كده على الوش يا سلام كده بحبة الشعرية. اللهم بارك يا رب.
نسيبه يغلي. وما يغلي طبعا احنا بنصفيه يا جماعه لما يهدى، لا بنضربه في الخلاط يا جماعه لما يهدى خالص من السخنيه، عشان لا قدر الله ما يبوظ الخلاط بتاعنا. ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هسيب بقى كده يغلي مع نفسه كده ايه، وارجع لكم تاني. عملنا بقى ايه الكشه الجميله كده، بسم الله اللهم بارك. حبه ايه بصل كده على حبه شعريه، بسم الله. حاجه جميله كده وتدفي في الشتاء اللي احنا فيه ده. اهو الملح وحبه الكمون، لان الكمون في الاخر يا جماعه. واقلل بصلايه مع الشعريه، وما تخافيش، لان انا في ناس يعني اعرفهم بيقولوا لي احنا ما بنقليش دي مع دي لاحسن تبوظ مننا. لا، دبلي البصله الاول، مش تقليها قوي، دبليها كده وروحي ايه حطاها عليها. تمام تمام. ودي ايه كده ايه العدس بتاعنا ايه شبه خلص يا جماعه كده. بنحط الكمون في الاخر، بنحط في اخر حاجه بحط الكمون، وحطيت كمان الملح معاه في الطبق بالمره كده ياخد له غلوه. ونشوف بقى ايه اللي ورانا كده. بسم الله. نغلي واحده كده نحط عليه يا دوبك الشعريه بس ايه تستوي. معلقه هنا في الطبق عشان ايه بوتاجازنا يبقى نضيف كده. نحط عليه الفور هنا. نحط بقى حبه كزبره كده وانا واقفه لما العدس ايه ياخد له غلوه. بسم الله. اكله جميله كده وما بتاخدش وقت معانا وسهله، وغير كده وكده لذيذه بقى في طعمها. جميل. الجزر مع الطماطم. بقلب بس ايه عشان الشعريه ما تتهريش يا جماعه، مش ما تتهريش، ما تلزقش في قاع الحله. انا عاملاه يا جماعه بين الشوربه وبين الغموس، لا عايزاه غموس ولا عايزاه ايه شوربه، بين البنين. لما بعمله غموس بتقله عن كده شويه، ولما بعمله شوربه بقى كده من غير شعريه بعمله ايه خفيف شويه، انما هو كده ايه وسط. اللهم بارك، ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. وبألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل. وده بقى الغدا بتاعنا ان شاء الله. جميل والله العدس. تمام كده حط عليه ودي العدس بتاعنا. وبألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بقى بنطحن يا جماعة ايه، بنضرب العدس في الخلاط. بسم الله اللهم بارك. الله احلى اكل. كفايه كده وفر شويه ايه عشان الشفشق مليان. بصوا يا جماعه اهم حاجه عندي انا بصفي العدس بتاعي يا جماعه.
بحب العدس بتاعي يبقى ناعم كده وجميل، ما فيهوش اي حاجه. بسم الله، اللهم بارك. ما بحبش فيه ايه، ممكن اي حاجه كده، شوائب حاجه اهو. بسم الله ما شاء الله، زي الفل. بحب العدس بتاعي يبقى ايه، ما فيهوش اي حاجه. تمام تمام. نحط بقى ايه ونولع عليه إيه تاني عشان ايه نقلله. عملنا بقى ايه الكشه الجميله كده. بسم الله اللهم بارك. حبه ايه بصل كده على حبه شعريه. بسم الله، حاجه جميله كده وتدفي في الشتاء اللي احنا فيه ده. اهو الملح وحبه الكمون، لان الكمون في الاخر يا جماعه. واقلل بصلايه مع الشعريه. وما تخافيش، لان انا في ناس يعني اعرفهم بيقولوا لي احنا ما بنقليش دي مع دي لاحسن تبوظ مننا. لا، دبلي البصله الاول، مش تقليها قوي، دبليها كده وروحي ايه حطاهم عليها. تمام تمام. ودي ايه كده ايه العدس بتاعنا ايه شبه خلص يا جماعه كده. بنحط الكمون في الاخر، بنحط في اخر حاجه بحط الكمون، وحطيت كمان الملح معاه في الطبق بالمره كده ياخد له غلوه. ونشوف بقى ايه اللي ورانا كده. بسم الله، نغلي واحده كده ونحط عليه يا دوبك الشعريه بس ايه تستوي. معلقه هنا في الطبق عشان ايه بوتاجازنا يبقى نضيف كده. نحط عليه ليمون هنا. نطحن بقى حبه كزبره كده وانا واقفه لما العدس ايه ياخد له غلوه. بسم الله. اكله جميله كده وما بتاخدش وقت معانا وسهله، وغير كده وكده لذيذه بقى في طعمها. انه جميل. الجزر مع الطماطم. بقلب بس ايه عشان الشعريه ما تتهريش يا جماعه، مش ما تتهريش، ما تلزقش في قاع الحله. انا عاملاه يا جماعه بين الشوربه وبين الغموس، لا عايزاه غموس ولا عايزاه ايه شوربه، بين البنين. لما بعمله غموس بتقله عن كده شويه، ولما بعمله شوربه بقى كده من غير شعريه بعمله ايه خفيف شويه. انما هو كده ايه وسط. اللهم بارك. ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. وبألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل. وده بقى الغدا بتاعنا ان شاء الله. جميل والله العدس. تمام كده، حط عليه. ودي العدس بتاعنا. وبألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل. واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بقى ايه بنعمل ايه، بنطحن يا جماعة ايه، بنضرب العدس في الخلاط. بسم الله، اللهم بارك. الله احلى اكل. كفايه كده. وفر شويه ايه عشان البرد الشفشق مليان. بصوا يا جماعه، اهم حاجه عندي انا بصفي العدس بتاعي يا جماعه.
بحب العدس بتاعي يبقى ناعم كده وجميل، ما فيهوش اي حاجه. بسم الله، اللهم بارك. ما بحبش فيه ايه، ممكن اي حاجه كده، شوائب حاجه اهو. بسم الله ما شاء الله، زي الفل. بحب العدس بتاعي يبقى ايه، ما فيهوش اي حاجه. تمام تمام. نحطه بقى ايه ونولع عليه إيه تاني عشان ايه نقلله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هنا إن شاء الله كده إيه، أنا بعمل عدس. بعمل إيه، ربع كيلو عدس. حطوله، هحطله طماطم، جزر، طماطمية كبيرة أو طماطمتين وسط. أنا حاطة هنا طماطمية يعني كبيرة وطماطمية معاها كده وسط. حاطة جزرتين، حاطة 2 بطاطس، بطاطسية واحدة عشان البطاطس كبيرة. حاطه بصلتين عشان البصل ايه مش كبير قوي. حاطه كام فص ثوم كده. بسم الله، اللهم بارك. ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. هنا ايه، هولع عليه. اول ما يغلي بقى كده ويستوي، هو ربع كيلو، هي الحله كبيره عليه عشان انا يا جماعه العدس والبصاره بعملهم في حله اكبر علشان ايه ما يفرش على البوتاجاز لا قدر الله يعني. تقريبا هي كده حاجه ببعضيها. ربع كيلو عدس غسلته كويس. هو الحاجة متنقية بسم الله ما شاء الله، بس بعيد ايه عليها يعني، احنا بنجيبها نضيفة بصراحة من عند العلاف زي الفل. بس ايه لازم ايه يعني اقلب فيه تقليبة كده، يعني اشوف لا يكون في حاجة. وبهزه بالمصفى كمان عشان ابقى ضامنة ايه نضفته. هنا ربع كيلو عدس غسلته كويس. قطعت طماطمية كبيرة كده عليه وطماطمية صغنطوطة كده وسط، وبصلتين عشان البصل مش كبير. لو كبير بصلية واحدة، انا حطيت 2 عشان البصل اللي عندي ايه لقيته ايه صغير يعني. الكبير بقى يخلصه في المحشي وكده. دايما بجيب انا بصل صغير بخليه احتياطي في البيت، بحطه جنب الاكل ساعات. ان البصل التاني خلص بستعمل منه عادي مفيش مشاكل. حطيت بصلتين، بطاطسية كبيرة، حوالي 4 فصوص ثوم. حطيت جزرتين. الجزر عندي بجيبه وبحطه في الفريزر، بنضفه كويس واغسله واروح حاطاه في الفريزر في اكياس، بحتاجه بطلعه. هو للعدس بس فقط لا غير. انما الشوربه انا بحب لو شوربه خضار بحب اجيب لها جزر طازه. تمام تمام. ودي ايه العدس النهارده كده، الجو ساقع ومحتاجه عدس جنبيه بصل اخضر شغال، جنبيه بصل ناشف جميل. عايزه تعملي فلفل مسقعه، بس انا لا هعمل ولا فلفل ولا مسقعه، هو عدس وبصل، وممكن يكون بصل ناشف كمان. والله البصل الناشف جميل في الاكل وكولاجين طبيعي للبشره. لو عندي، بس انا ما عنديش بصل اخضر النهارده، ممكن يكون بصل ناشف ان شاء الله. لو فرجت ببصل اخضر خير وبركه. ما فيش بصل اخضر، نعمه ربنا كلها حلوه يا جماعه. ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. ونعمل بقى كده ايه احلى حبه عدس كده بالشعريه. يا سلام بقى مع العيش الناشف كده او عيش طري وعصرة ليمون كده على الطبق، حاجة بجد تحفة. ولا لحمة بقى ولا فراخ ولا الكلام ده كله، جميلة جميلة جميلة. وبزود فيه المية كمان علشان ايه ما ازودش فيه مية تاني. يعني دي ميته دي بقى ايه يا دوبك بقى إيه لما يستوي فيها اضربه في الخلاط، ما ازودش مية عليه. وما بضربه في الخلاط يا جماعة كمان بحط المصفى وبصفيه عشان يبقى العدس ناعم كده وجميل. اغطي عليه بس عشان يغلي. بسم الله. وتوابل حبة كمون، حبة ملح، التوابل بتاعته فقط لا غير. عايزة تحط حبة شطة، اللي بيحب الشطة يحط. انا بحب الشطة على فعلا يعني، فعلا بحب الشطة في الاكل. عايزة تحط حبة شطة خفيف كده حطي، مش عايزة ما تحطيش.
هو بس محتاج مننا حبة ملح وحبة كمون، وكمون في الاخر. وطبعا بقى البصلايه المتقليه كده على الوش، يا سلام كده بحبة الشعرية، اللهم بارك يا رب. صوبة يغلي، وما يغلي طبعا احنا بنصفيه يا جماعة لما يهدى، لا بنضربه في الخلاط يا جماعة لما يهدى خالص من السخنية، عشان لا قدر الله ما يبوظ الخلاط بتاعنا. ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هسيب بقى كده يغلي مع نفسه كده ايه، وارجع لكم تاني. عملنا بقى ايه الكشه الجميله كده، بسم الله اللهم بارك. حبه ايه بصل كده على حبه شعريه، بسم الله. حاجه جميله كده وتدفي في الشتاء اللي احنا فيه ده. اهو الملح وحبه الكمون، لان الكمون في الاخر يا جماعه. واقلل بصلايه مع الشعريه، وما تخافيش، لان انا في ناس يعني اعرفهم بيقولوا لي احنا ما بنقليش دي مع دي لاحسن تبوظ مننا. لا، دبلي البصله الاول، مش تقليها قوي، دبليها كده وروحي ايه حطاهم عليها. تمام تمام. ودي ايه كده ايه العدس بتاعنا ايه شبه خلص يا جماعه كده. بنحط الكمون في الاخر، بنحط في اخر حاجه بحط الكمون، وحطيت كمان الملح معاه في الطبق بالمره كده ياخد له غلوه. ونشوف بقى ايه اللي ورانا كده. بسم الله. غلوه واحده كده وهدفع عليه يا دوبك الشعريه بس ايه تستوي. معلقه هنا في الطبق عشان ايه بوتاجازنا يبقى نضيف كده. نحط عليه ليمون، هنا طبعا بقى حبة كزبرة كده وانا واقفة لما العدس ايه ياخد له غلوة. بسم الله. أكلة جميلة كده وما بتاخدش وقت معانا وسهلة، وغير كده وكده لذيذة بقى في طعمها. لونه جميل، الجزر مع الطماطم. بقلب بس ايه عشان الشعرية ما تتهريش يا جماعة، مش ما تتهريش، ما تلزقش في قاع الحلة. انا عاملاه يا جماعه بين الشوربه وبين الغموس، لا عايزاه غموس ولا عايزاه ايه شوربه، بين البنين. لما بعمله غموس بتقله عن كده شويه، ولما بعمله شوربه بقى كده من غير شعريه بعمله ايه خفيف شويه، انما هو كده ايه وسط. اللهم بارك، ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. وبألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل. وده بقى الغدا بتاعنا ان شاء الله. جميل والله العدس. تمام كده، حط عليه ودي العدس بتاعنا. وبألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا بقى ايه الكشه الجميله كده، بسم الله اللهم بارك. حبه ايه بصل كده على حبه شعريه، بسم الله.
حاجه جميله كده وتدفي في الشتاء اللي احنا فيه ده. اهو الملح وحبه الكمون، لان الكمون في الاخر يا جماعه. واقلل بصلايه مع الشعريه، وما تخافيش، لان انا في ناس يعني اعرفهم بيقولوا لي احنا ما بنقليش دي مع دي لاحسن تبوظ مننا. لا، دبلي البصله الاول، مش تقليها قوي، دبليها كده وروحي ايه حطاهم عليها. تمام تمام. ودي ايه كده، ايه العدس بتاعنا ايه شبه خلص يا جماعه كده. بنحط الكمون في الاخر، بنحط في اخر حاجه بحط الكمون، وحطيت كمان الملح معاه في الطبق بالمره كده ياخد له غلوه. ونشوف بقى ايه اللي ورانا كده. بسم الله. غلوه واحده كده هدفع عليه يا دوبك الشعريه بس ايه تستوي. معلقه هنا في الطبق عشان ايه بوتاجازنا يبقى نضيف كده. نحط عليه الفول. هنا طبعا بقى حبه كزبره كده وانا واقفه لما العدس ايه ياخد له غلوه. بسم الله. اكله جميله كده وما بتاخدش وقت معانا وسهله، وغير كده وكده لذيذه بقى في طعمها. لونه جميل. الجزر مع الطماطم. بقلب بس ايه عشان الشعريه ما تتهريش يا جماعه، مش ما تتهريش، ما تلزقش في قاع الحله. انا عاملاه يا جماعه بين الشوربه وبين الغموس، لا عايزاه غموس ولا عايزاه ايه شوربه، بين البنين. لما بعمله غموس بتقله عن كده شويه، ولما بعمله شوربه بقى كده من غير شعريه بعمله ايه خفيف شويه. انما هو كده ايه وسط. اللهم بارك، ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. وبألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل. وده بقى الغدا بتاعنا ان شاء الله. جميل والله العدس. تمام كده. حط عليه ودي العدس بتاعنا. وبألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنطحن يا جماعة ايه، بنضرب العدس في الخلاط. بسم الله. اللهم بارك. الله احلى اكل. كفايه كده. وفر شويه ايه عشان البرد الشفشق مليان. بصوا يا جماعه، اهم حاجه عندي انا بصفي العدس بتاعي يا جماعه. بحب العدس بتاعي يبقى ناعم كده وجميل، ما فيهوش اي حاجه. بسم الله. اللهم بارك. ما بحبش فيه ايه، ممكن اي حاجه كده شوائب حاجه اهو. بسم الله ما شاء الله زي الفل. بحب العدس بتاعي يبقى ايه ما فيهوش اي حاجه. تمام تمام. نحطه بقى ايه ونولع عليه إيه تاني عشان ايه نقلله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول ما نبدا كلامنا نبدا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كده ان شاء الله كده ايه انا بعمل عدس. بعمل ايه ربع كيلو عدس. هحط له طماطم، جزر،
طماطمية كبيرة او طماطمتين وسط. انا حاطه هنا طماطمايه يعني كبيره وطماطمايه معاها كده وسط. حاطه جزرتين، حاطه 2 بطاطس، بطاطسيه واحده عشان البطاطس كبيره. حاطه بصلتين عشان البصل ايه مش كبير قوي. حاطه كام فص ثوم كده. بسم الله. اللهم بارك. ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. هنا ايه، هولع عليه اول ما يغلي بقى كده ويستوي. هو ربع كيلو، هي الحله كبيره عليه عشان انا يا جماعه العدس والبصاره بعملهم في حله اكبر علشان ايه ما يفرش على البوتاجاز لا قدر الله يعني. تقريبا هي كده حاجه ببعضيها. ربع كيلو عدس غسلته كويس. هو الحاجه متنقيه بسم الله ما شاء الله، بس بعيد ايه عليها يعني، احنا بنجيبها نظيفه بصراحه من عند العلاف زي الفل. بس ايه لازم ايه يعني اقلب فيه تقليبه كده يعني اشوف لا يكون في حاجه. وبهزه بالمصفى كمان عشان ابقى ضامنه ايه نضفته. هنا ربع كيلو عدس غسلته كويس. قطعت طماطمايه كبيره كده عليه وطماطمايه صغنطوطه كده وسط. وبصلتين عشان البصل مش كبير، لو كبير بصليه واحده، انا حطيت 2 عشان البصل اللي عندي ايه لقيته ايه صغير يعني. الكبير بقى يخلصه في المحشي وكده. دايما بجيب انا بصل صغير بخليه احتياطي في البيت، بحطه جنب الاكل ساعات. ان البصل التاني خلص بستعمل منه عادي مفيش مشاكل. حطيت بصلتين، بطاطسيه كبيره، حوالي 4 فصوص ثوم. حطيت جزرتين. الجزر عندي بجيبه وبحطه في الفريزر، بنضفه كويس واغسله واروح حاطاه في الفريزر في اكياس، بحتاجه بطلعه. هو للعدس بس فقط لا غير. انما الشوربه انا بحب لو شوربه خضار بحب اجيب لها جزر طازه. تمام تمام. ودي ايه العدس النهارده كده الجو ساقع ومحتاجه عدس، جنبيه بصل اخضر شغال، جنبيه بصل ناشف جميل. عايزه تعملي فلفل مسقعه بس انا لا هعمل ولا فلفل ولا مسقعه، هو عدس وبصل. وممكن يكون بصل ناشف كمان. والله البصل الناشف جميل في الاكل وكولاجين طبيعي للبشره. لو عندي بس انا ما عنديش بصل اخضر النهارده، ممكن يكون بصل ناشف ان شاء الله. لو فرجت ببصل اخضر خير وبركه. ما فيش بصل اخضر. نعمه ربنا كلها حلوه يا جماعه، ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. ونعمل بقى كده ايه احلى حبه عدس كده بالشعريه. يا سلام بقى مع العيش الناشف كده او عيش طري وعصره ليمون كده على الطبق، حاجه بجد تحفه. ولا لحمه بقى ولا فراخ ولا الكلام ده كله، جميله جميله جميله. وبزود فيه الميه كمان علشان ايه ما ازودش فيه ميه تاني. هي دي ميته دي بقى ايه يا دوبك بقى إيه لما يستوي فيها اضربه في الخلاط، ما ازودش ميه عليه. وما بضربه في الخلاط يا جماعه كمان بحط المصفى وبصفيه عشان يبقى العدس ناعم كده وجميل. اغطي عليه بس عشان يغلي. بسم الله. وتوابل حبه كمون، حبه ملح، التوابل بتاعته فقط لا غير. عايزه تحط حبه شطه للي بيحب الشطه يحط. انا بحب الشطه على فعلا يعني فعلا بحب الشطه في الاكل. عايزه تحطي حبه شطه خفيف كده حطي، مش عايزه ما تحطيش. هو بس محتاج مننا حبه ملح وحبه كمون، وكمون في الاخر. وطبعا بقى البصلايه المتقليه كده على الوش يا سلام كده بحبه الشعريه، اللهم بارك يا رب. صوبه يغلي. وما يغلي طبعا احنا بنصفيه يا جماعه لما يهدى. لا بنضربه في الخلاط يا جماعه لما يهدى خالص من السخنيه عشان لا قدر الله ما يبقى وصل الخلاط بتاعنا. ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هسيب بقى كده يغلي مع نفسه كده ايه وارجع لكم تاني.